السلام عليكم. تصريح خطير من تركي آل الشيخ يفاجئ به النادي الأهلي بعد أن أوقعته القرعة مع اتحاد جدة في كأس العالم للأندية بالسعودية، ويتخذ هذا القرار المفاجئ. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن أوقعت قرعة كأس العالم للأندية النادي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في مباراة ينتظرها الجميع سواء في الوطن العربي أو السعودية أو مصر، فقد صرح تركي آل الشيخ وأدلى بتصريحات نقلتها صحيفة الوطن السعودية، وقال: لقد كنت أنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر بين الأهلي واتحاد جدة، لأننا لدينا صقر من النادي الأهلي بعد أن سحق الهلال السعودي برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية بالإمارات، والكل يعلم المهازل التحكيمية التي حدثت في هذه المباراة. ولكن الظروف اختلفت الآن. انتداب السعودية لأبرز اللاعبين في العالم، واتحاد جدة يملك لاعبين على أعلى مستوى على غرار كريم بنزيما وفابينيو وكانتي وحمد الله وغيرهم من اللاعبين. وبعد أن أوقعت القرعة اتحاد جدة مع الأهلي المصري، فسوف نبذل قصارى جهدنا من أجل التعاقد مع لاعبين عالميين من أجل سحق النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وسنرد رباعية الهلال بخماسية أو سداسية في النادي الأهلي، وسوف نخرج النادي الأهلي بفضيحة في كأس العالم للأندية، وسنجعله يندم على اليوم الذي فاز فيه على الهلال برباعية. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك في تصريحات تركي آل الشيخ اتجاه النادي الأهلي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.